بدون مقدمات طويلة نخش في الموضوع على طول. عادي انك تنسى حاجات حصلت زمان صح؟ بس انا للأسف ما بنساش حاجة. خليني اعرفكم بيا الاول. انا ماهر، 32 سنة، متجوز وعندي طفلين، شغال في وظيفة عالية في قطاع حكومي، مرتبي 4000 جنيه، يعني عيشة مرتاحة جدا، مكان هادي مفيش اي مشاكل. بس جه اليوم اللي مكنتش عاوزه يجي، يوم مشؤوم كنت حاسس انه هيجي. شلتي القديمة. لكل واحد مننا ماضي ممكن يكون كويس وممكن يكون قذر، مليء بالنجاسة والمراهقة المفرطة والتهور والغباء. بس بعد ما وصلت للي انا فيه ده برجع تاني للقرف. كله بيسأل دلوقتي يعني ليه مخنوق قوي من شلتك كده، مع انك المفروض تفرح صح؟ عشان دول الناس اللي فضلت صحابك سنين. سنين، سنين الشوق، من سنين الرعب، بقرف سنين في حياتي. لكل مؤلف قصص رعب او خصوصا الرعب نهايته، ولكل ساحر نهايته. لكن الكافر نهايته بتبقى عامله ازاي؟ محدش بيحب يتكلم معايا صح؟ ما هو كافر، ما محدش هيطيقه يعني، ولا يحب يتعامل معايا. شخص لا عنده دين ولا اخلاق ولا مبدأ بيعيش عليه، عايش بكيفه. سؤال، انا كده؟ لا الصراحة يعني مش عارف هل ربنا قبل التوبة بتاعتي ولا لا. بس انا ربنا كرمني اهو صح، يبقى قبل التوبة اكيد يعني. طب سؤال تاني، ايه دخل كل ده في شلتي؟ ما هم دول السبب. احنا كنا منفصلين، او بمعنى ادق خدام ملوك الجن، ومن استعان بغير الله فهو كافر. بس ساعتها كان ايام المراهقة والتهور، كنا زينا زي اي شباب بيفتحوا صفحة رعب عشان يبقوا مشهورين شوية، يعني مشهورين بقى ان هم جامدين بقى في المجال زي اي حد. ايام زمان كانوا الناس ما يعرفوش يعني ليه شمس المعارف كتاب قوي، وكمان في كتب كتير قوي كانت معانا كنا بنجيبها من المكاتب قديمة. بس صحاب المكاتب او صاحب المكتبة نفسه اللي بيبيع لنا كان بيبقى عارف ان الكتاب ده سعره كتير غالي، تمام؟ لكن هو بتاع ايه لا معرفش، لكن اعرف ان هو غالي. مثلا الكتاب ب 80 جنيه 100 جنيه، بس ايه الكتاب ده بتاع ايه انا ما يعرفش. ودي يعني كان كانت اكتر حاجة، كان اقوى استغلال كمان بنعمله للشخص، الشخص اللي بنشتري منه. بس ما كانش ده المهم. المهم كان في شقتنا القديمة اللي بنتجمع فيها عشان نشرب ونعمل كل اللي احنا عايزينه، بخلاف التحضير طبعا من غير ما اهلنا يعرفوا الكلام. لكن النهاردة كان لازم نصور طريقة تحضير القرين عشان نبهر الناس اللي على الصفحة بفيديو حلو زي ده. المهم بدأنا نجهز شموع في الحمام، وجبنا طلسم كتبناه بحبر القلم اللي هو الريشة ده. الصراحة كان مصطفى أكتر واحد بيعيش الحاجات دي، لكن ماجد وإمام يعني ما كانوش بيحبوا غير لايكات الناس وإنهم ينزلوا بوستات وكده يعني، فعادي بالنسبة لهم. دول أسماء الشلة، مصطفى وماجد وإمام. مصطفى ده كنت بخاف منه لأنه متهور جدا، كل حاجة عايز يعملها. تحضير قرين ماشي، تحضير جن ماشي، تحضير خدام عاديين ماشي، مفيش اي مشاكل، تحضير اي نيلة ماشي، ما عندوش اي مشكلة. المهم عمل اللي عمله، وحط شوية رجول فراخ قدام مراية الحمام وقال لنا بصوا انا مش مسؤول عن اي حاجة هتحصل لكم. رديت انا عليه وقلت له يا عم بقى يلا، ما احنا عارفين اللي مفيش حاجة هتحصل اساسا. قال لي طيب ماشي يا ماهر هتشوف اللي هيحصل. بدأ بقى يتكلم يقول كلام متخلف من اللي هو بتاع الطلاسم ده ومش مفهوم طبعا، والكاميرا شغالة وبتصوره وهو مندمج جدا. في لحظة نور الكاميرا اتقفل لوحده. بصينا لبعض، ومصطفى الورقة اللي كان بيقرا منها وقعت منه وقعها زي العبيط. بصلي شوية وهو متردد، يعني عارف اللي كان واثق ان مفيش اي حاجة هتحصل من اللي هو بيقوله ده، وفجأة حصلت. مش غريبة شوية صح؟ المهم قفلنا الكاميرا خالص والفيديو وقف على شكلنا واحنا مخضوضين.
دي شوت حلو على فكرة، يعني هتبقى فوتو حلو وهتخلي الناس تصدق كده. بس اكتشفنا في الاخر ان الكاميرا كانت مهنجة، فضحكنا على بعض. ومصطفى كان متضايق جدا يعني ان الموضوع ما حصلش، وهو بان لينا انه خاف بقى وخلاص، اصل هو كان راسم نفسه قوي يعني، فانا كذا وانا كذا وبحضر وبتاع، يعني حصل الموقف ده. عرفنا بقى اللي هو عيل عادي بيخاف زي اي حد. المهم اليوم ده عدى، نقد كتير جدا على الفيديو من الناس اللي على النت، كمية ناس إيجابية بتدينا لايكات ومستمرين عشانهم، طبعا احنا بنقول كده. بس كل ده كان كوم، واليوم اللي اتجمعنا فيه في الشقة تاني مرة كوم تاني. مصطفى كان متنرفز جدا ومتعصب بسبب اخر طريقة تحضير ما مشيتش زي ما هو عايز، فكان شايل قوي من الموضوع، فاقترح علينا، واحنا كنا ساعتها شاربين مخدرات على فكرة للمعلومة يعني، مش دارينين بأي حاجة. المهم قال لنا انا معايا طريقة تحضير حلوة جدا عشان نحضر خدام الجن. شرح الحتة دي بقى ايه؟ ان يا جماعة لكل جن ليه مكانة في العالم بتاعه، لازم يكون ليه خدام، يعني يكونوا معاه زي البودي جارد كده هنا عندنا. المهم اخترنا سلطان من الجن اسمه مخروق. مخروق سلطان شيطاني عادي، تمام. والد مخروق هو ملك وقاضي في محكمة عالم الجن، المكونة من 44 قاضي. كل الكلام ده اللي قلنا مصطفى عن مخروق، يعني معنى كده ان انا مستهونش بالموضوع؟ لا بصراحة مستهون جدا. قال اننا هنجيب ماء المراحيض عشان يحضر لنا. المكونات او المستلزمات ايه اللي بتاعت الطريقه دي؟ على فكره انا يعني بهزر جدا عشان يعني اللي هو بيعمله ده هبل. المهم يعني الطريقه يا هات ماء مراحيض ورؤوس فراخ وشويه من الريش بتاعهم، ولازم يكون كمان معانا 4 فرخات تانيين هنذبحهم، وبالدم بتاعهم هنخلطه مع ماء المراحيض. مين بقى اللي هيعمل كل ده؟ هو في غيره؟ ما هو مصطفى طبعا. بدأ يشتغل قدامنا وادى لكل واحد مننا ورقة، كل ورقة مكتوب فيها حاجة شكل. واحدة مكتوب فيها مخروق العظيم، والتانية تمجيد لمخروق، كلام تحضير يعني. بعد ما مزج المية الملوثة دي ببعضها، كتب على الخشبة اللي كان جايبها قدامه الطلاسم اللي هو كان عايزها، على قد ما كتب بقى. بعد كده قال لنا انه مش هينفع نصور الطريقه دي، و يعني محدش هينفع، ما ينفعش نقول لحد لانها حقيقيه وجد اوفر قوي هو يعني اوفر بجد. للعلم فقط احنا يعني في حاجه عايز اقولها كمان، احنا ما كناش بنكتب الطلاسم او طرق التحضير في بوستات وننزلها يعني زي اي حد، لا ده احنا كنا بنصورها فيديو ونجربها قدام الناس كمان. اظن انكم لا يعني لو اي حد بيسمع يعني لو شفتوا حد بيعمل اي فيديو بيجرب الحاجه قبل ما ينزلها، نسبه كبيره جدا منكم هتصدق ونسبه التانية لا. المهم بدأ يقول ويتكلم ومحصلش حاجه. طبعا انا كاتم الضحكه جوايا، فضل يجرب مره والتانية والتالتة وانا مش قادر هموت على نفسي من الضحك. وفضل كل يوم جرب. الموضوع قلب شويه، يعني احنا روحنا البيت تمام، رجعنا في نفس الوقت اللي بنتجمع فيه، لقيناه بيجرب تاني. الله، طب في ايه؟ ما خلاص ما مرة والتانية والتالتة والعشرة وما نفعتش، طب ليه يعني نجرب كل شوية؟ المهم مفيش اي حاجة كانت بتحصل، فهو يأس فترة، جاله اكتئاب شوية، ف يعني فترة مش اكتر من اسبوع وشوية يعني، ممكن 10 ايام، مش متذكر اوي. احنا بقى ساعتها كنا ايه،
كنا خلاص بقى بنزهق مش طايقين نعمل اي حاجه تاني، لا قصص بقى ولا فيديوهات. يعني بدأنا نهدى شويه ونركز في ثانويتنا. في اخر كام شهر دول كان لازم نذاكر كويس، ويساعدك هناك لو ربنا رحمك وهداك لطريقه. احنا اتكتب لنا كده، لكن مصطفى ما اتكتبلوش كده. فضل يحاول ويعافر اكتر واكتر لكن بدون فايده. ماجد راح كلمه عشان يهديه ويرجعه لينا تاني بس من غير اي فايده برضه. وامام راح له تاني يوم على طول، وبعديها امام ما روحش في بيته اسبوع. استغربنا جدا يعني، دورنا عليه مع العلم ان مصطفى كان معانا، يعني ما كناش شاكين فيه. لكن انا فاكر يوميها لما تعبنا ان احنا بندور عليه، رحنا بيته واحنا قاعدين سمعنا صوته وهو بيتألم جوه الاوضه بتاعته. قمنا نجري عليه وفتحنا الباب. عارف اللي واخد علقه من مليون واحد؟ ولا الحرامي اللي اتمسك وبياخد علقه. لما سألناه قال انه في ناس قلبته في الشارع واغتصبته كمان. كله كان متفاجئ جدا من كلامه، بس انا الصراحة ما صدقتوش. بس شكله لو شفته هو هدومه متقطعة وفي دم في وشه وفي جسمه هتصدق. انا ليه بقى ما صدقتش؟ معرفش، هي حاجة من عند ربنا كده، ما صدقتش وخلاص. بس انا هسيبه كده؟ لا، امال ايه؟ لا طبعا. صممت وقابلته وقلت له اللي انت تضحك بيه على الناس ده انا ما بيضحكش عليا بيه. فهمني اللي حصل، مش معقول اكون اخوك سنين وانت تخبي عليا. زعق فيا والدموع بتنزل من عينيه وقال لي مصطفى يا ماهر، مصطفى اللي حبسني في الشقه اللي كان بيحضر فيها وربطني وعذبني. كان كل يوم الصبح يلبس حاجه مدبوحه كده على وشه، بيذبح جسم الفرخه ويربطها بحبل ويربطها على وشه. معرفش يعني هو كان جسم فرخه ولا كان جسم ايه بالظبط. المهم ان هو كان بينزل فيا ضرب وهو مغمي وشه كله بالشيء المذبوح ده، وبيسيبني طول النهار. ولما المغربيه مثلا تخش عليا وانا اكون مش قادر من الضرب وجسمي تعبان بنام. بعدها بشويه بحس بشيء لزج بيرميه عليا، بس مش بشوفه لانه بيكون مغمي عينيا. بس الحاجه اللزجه دي كانت سخنه، انا مش عارف، انا باين هي دم، معرفش. انا يا دوبك لما خبطت عليه فتح لي الباب وراح ضربني وعمل فيا كل ده. بنبتدي مرحلة جديدة من حياتنا زي مرحلة نهاية الكلية، واللي المفروض هنا بقى بيجي ايه، بتبتدي بقى انت تبني حياتك بقى، بداية لشغلنا بقى، بنبني نفسنا بقى. وفعلا بدأنا في وقت يعني قصير وما قطعناش مع بعض، وكنا ما بنسيبش مصطفى برضك بنتصل بيه كل شوية، بس ما كانش بيرد علينا غير قليل جدا. يعني انا وامام وماجد احنا اللي كبرنا شويه وعقلنا، وهو مختفي تماما فتره كبيره. الموضوع ده بتاع امام عدى ومفيش اي مشاكل لحد ما عرفنا الخبر ان مصطفى هيسافر في بلد اوروبيه، هيكون نفسه هناك واحتمال ما يرجعش. طبعا هو بالنسبه لنا الموضوع ده كان كويس جدا، بس قدام ليه يا مصطفى ومش عارف ايه. المهم يعني بالنسبة لنا احنا هو هم ونزاح الصراحة. بس انا حسيت ان الموضوع مش هيطول. عدت سنين وكبرنا، وكنا انا وماجد وامام دائمين نخرج مع بعض ونقعد ونهتم بامورنا العائلية والاولاد وهنعمل ايه فيهم، مع مراعاة عدم اي واحد فينا يتكلم عن انه كان بتاع رعب زمان او ليه اي حاجة على النت. بس تاني يوم على طول من المحادثة دي في موضوع الرعب، جه ابني الصغير جري وانا قاعد بقرا في الجورنال النهارده، في الجريدة بتاعت النهارده، بيعلي بصوته قوي، بابا بابا بابا. ايه ده شكله حلو قوي. ابني كان ماسك كتاب الكبريت الاحمر اللي بيشرح انواع السحر. للمعلومة في بيت كل واحد فيه صندوق كبير اللي هو صندوق الذكريات، بس مش نص كتب رعب، لا ده كله كتب تحضير وسحر واستدعاء.
يعني اي كتاب من دول كفيل لوحده ان هو يخلي الجن يمسوك من اول ما تلمس الكتب دي. طب ليه انا محتفظ بيهم؟ هو برضك اللي بيبقى عنده كمية العلم الخطيرة دي يتخلى عنها بسهولة؟ صح كده ولا ايه؟ المهم شديت منه الكتاب وقلت له ما تجيش ناحية الصندوق ده تاني في حياتك خالص. عيط شوية وامه خدته تهديه وجه الليل علينا. كل ما الليل يجي علينا بفتكر المرة اللي وقفنا فيها في التراب متلجين عشان ماجد يجيب لنا جمجمة من التراب بسعر حنين شوية. لمحت ساعتها أطياف كتير قوي وخيالات سودا بتعدي قدامي، واللي شدني قوي واحد كل شوية يمشي في الضباب اللي قدامنا وجاي ناحيتنا، وبيكون خلاص هيظهر من الضباب وبيختفي تاني. لما وصل ماجد بالجمجمة قلنا كلنا يا فكيك طيران بره التراب. ايام والله. شوف والله لسه كنت بجيب في سيرتك يا ماجد، والله بيتصل يا جدعان. هلو يا ابني، لسه والله بفكر فيك والله. مش وقته الكلام ده يا ماهر، انزل لنا بسرعة على القهوة. الله مالك يا ابني في ايه؟ مصطفى جه من السفر وقاعد معانا. ايه؟ سمعت صوت مصطفى وهو قاعد جنبه وهو بيتكلم معاه في التليفون، بيقول لي ايه يا ابو ايمن ما تنزل يا راجل، مش عايز تشوفني، اخص على الاخوات. قفلت السكه على طول وانا عمال اعرق وتوازني عمال يختل، ووقعت الفازه اللي كانت جنبي على الشوفونيره في البيت عندي. مسكت نفسي وانا باخد ريقي بالعافيه وبعرق، جسمي بيسخن. مش ممكن ده رجع ليه؟ ده بقاله 10 سنين بره، ايه اللي رجعه؟ ما كان يبعد عننا بقى. انزل ولا ايه؟ ما هو لو انا ما نزلتش مش هيسيبوني في حالي، وانا مش هقدر اسيب ماجد وامام معاه وانا زي الجبان هنا. لا لا لا، هنزل. سحبت المفاتيح من على الترابيزه وقلت لهم في البيت اني نازل، ورحت على القهوه على طول. لقيتهم قاعدين في حته كده لوحدهم على الجنب كده، وامام وماجد قاعدين معاه وهو مديني ظهره. جسمه ما اتغيرش، يمكن رفع شويه، يا ترى وشه بقى عامل ازاي؟ كل دي اسئله بتدور في عقلي في الخطوات اللي انا بمشيها ناحيه الجحيم بعينه. شافوني ماجد وامام من بعيد وبصولي البصه اللي هي هو بقى تمام، بقى تمام خلاص، مش هيفكر يأذينا تاني، فارتاح قلبي شويه. وقفت وراه وخضيته من باب الهزار يعني، وانه لسه جاي من السفر، وقام وحضني وسلم عليا جامد وقعدنا وبدا يحكي بقى عن عمل ايه بره وشغال ايه والكلام ده، لحد ما القعده قلبت على ايام زمان من الطفوله. طلع فوق شويه ايام الاعدادي وقرب على ايام الرعب، وقمت انا وقفت وقلت لهم يا جماعه معلش مش لازم اتاخر، ورايا حاجات بكره، يلا سلام. لسه بقوم فمسك ايديا جامد، انا اتنطرت من مسكته. قال لي رايح فين؟ اقعد يا ماهر اقعد، لسه القعده طويله يا جدع، في ايه؟ اقعد. حاضر. قعدت وغصب عني هعمل ايه؟ قال هو يا جماعه ايام المراهقه دي ما تتعوضش صدقوني. طب فاكرين اول مره دخلنا الشقه وامام صوت فيها لما شاف فار قبل ما نحط العفش والحاجات؟ وقعد يضحك واحنا الثلاثه ساكتين. فهو لاحظ، قال لنا الله مالكم يا جماعه في ايه؟ هو في حاجه مضايقاكم؟ امام رد عليه بكل كره، في، انت مضايقنا. مصطفى بص في الارض من الاحراج ورفع وشه وكانت عينيه حمرة تماما. قام ماجد من الكرسي ورفعه عليه وانا مسكت ماجد وامام رجع لورا، وماجد زعق في مصطفى قال له انت قلت انك بطلت، يلا انت مش هتجيبها لبره على فكره، احنا لازم نقتلك او تموت محروق عشان نخلص منك. مصطفى قال لنا بالراحه يا جدعان على نفسكم، بالراحه شكلكم قدام الناس. امام راح قالب الترابيزه عليه وقال له شكلنا ايه يا باشا؟ شكلنا ده خسرناه من زمان وكله بسببك. قام مصطفى ومسك في امام وقال له ما بقاش غيرك انت اللي يتكلم يا فقر تجاربي. امام وشه احمر وخبط مصطفى بالرصية على دماغه، فمصطفى رجع لورا، كانت هتقوم خناقه وضرب في بعض بقى،
حشتهم وعدلت الترابيزه وهديتهم وقعدتهم تاني. بدأ مصطفى يتكلم بقى ويقول هو ده جزاتي؟ ده جزاتي عشان بفكركم بالايام الجميله بتاعت زمان. رديت انا بقى عليه وقلت له بقول لك ايه، دي كانت ايام زفت واحنا كنا صغيرين ساعتها ومش بنفهم قوي، فما تكبرش الموضوع. الاستاذ يرد عليا يقول لي ايه بقى؟ يقول لي اصل انا عايز افتح صفحتنا تاني على الفيس. تاني هنرجع للقرف وللكفر تاني. امام امن على الكرسي ومشي، وماجد راح مقومني وانا عمال ابص لمصطفى وقرف، وسبناه ومشينا. حرق الدم ما نبناش غير حرق الدم منه. روح كل واحد فينا بيته ونمنا، بس انا ما نمتش بهدوء زي الاول. حسيت ان في حاجه اتغيرت. ما انا كمان يعني متخلف، يعني هنقعد مع واحد كان بيحضر وبيقول رعب، فكاني هبقى كويس التخلف اللي انا فيه ده. المهم صحيت من النوم على رنة التليفون بعد الكابوس الفظيع اللي شفته. كان اللي بيتصل الاستاذ مصطفى، اللي عيني يتكلم تاني. الو يا ماهر، ارجوك ما تقفلش السكه، انتوا لازم تفهموا اني محتاج لمساعدتكم. انسى اننا نرجع، انا بعتمد عليكم وواثق فيكم، ما اقدرش كمان اجيب اي حد كده وخلاص. يا عم مش هنرجع، هو بالعافيه. بالعافيه يا ماهر، بالعافيه. الباب اللي احنا فتحناه زمان لازم يتقفل دلوقتي لو عايزين تكملوا بقيه حياتكم. انت بتهددنا بقى. طب ايه رايك اننا مش راجعين وكل الكتب اللي عندنا هنحرقها ونخلص من الماضي النجس ده؟ انت تسيبنا في حالنا واحنا مش عايزين منك حاجه يا عم. يبقى انتوا اللي جبرتوني على كده. ايه؟ الو قفل السكه الزفت ده. انا هتصل بماجد وهو يتصرف بقى، مش هو السبب، وهو اللي كلمني وقال لي انزل. اتصلت بماجد. الو يا عم على الصبح. ايه بس يا ماهر في ايه؟ صلي على النبي انا لسه صاحي، وحياة ابوك ما ناقصك فيها الكوابيس اللي عمال اخش فيها واطلع فيها من امبارح. عليها افضل الصلاه والسلام. يا عم انت مش عارف ان هو مش هيجي من وراه غير وجع الدماغ، بتجيبه ليه يا ماهر؟ مش مهم مصطفى دلوقتي، المهم ان انا حلمت باليوم اللي كنا بنحاول نحضر فيه مخاروق وفشلنا. ايه ده نفس الكابوس برضك. يبقى زي ما مصطفى بيقول هو عايز مساعدتنا في حاجه. بقول لك ايه يا ماجد، ما تجيبليش سيرته يا عم. بقول لك ايه، انا هروح افطر وانزل الشغل وبعدين نبقى نتكلم بعدين. قفلت السكه معاه وقمت فطرت فعلا. بعديها بساعتين بالظبط اتصل بيا ماجد تاني وهو بيصوت في التليفون بيقول لي تعالى لي بسرعه مصطفى انتحر. الى هنا لهنا بنقف لحظه شويه بنفكر، هل حياتنا هتكتمل ولا هتنتهي بسبب ماضي الرعب اللي احنا مش عارفين نخلص منه؟ استنوا الجزء التاني بكره. يا رب تكون القصة دي عجبتكم وتحبوها. هي حقيقية والمخروق اللي فيها ده حقيقي برضك. القصة من أستاذ ماهر، بس هو ما عندوش 32 سنة، هو عنده 33 سنة. معرفش صغر سنة ليه. فالمهم أستاذ ماهر لو حضرتك بتسمع القصة فبجد أنا مشكور جدا على القصة الجميلة دي، وإن شاء الله الناس هتحبها، والأجزاء اللي حضرتك هتديها لي هتنزل على طول، مش هنتأخر فيها لأنها فعلا يعني تهم الناس قوي وتهمني أنا أكتر كمان. احنا قربنا على 2000 مشترك الحمد لله، بجد الحمد لله. بسبب حضراتكم انا وصلت للرقم ده. الرقم بالنسبه لنا او بالنسبه لاي حد، هو المفروض بالنسبه لاي حد مش كبير، بس بالنسبه لنا كبير لانه بيجي من حضراتكم. فدي كبيره عليا قوي ان الناس بتبقى تعمل لي سبسكرايب وكده، فدي كبيره بجد ان الواحد بيبقى عايز يعني في حد بيتابعه، دي حاجه كويسه جدا. فاتمنى ان الناس كلها باذن الله تتابعني وتعمل سبسكرايب على القناه. لو عجبك القصص اللي جوه القناه
بص، شرط اساسي، انا صاحب القناه، خش، انا مش عايز سبسكرايب منك، خش اسمع القصص الاول كلها، امسكها من اولها لاخرها، سمعتها وعجبتك اعمل سبسكرايب، سمعت واحده وعجبتك جدا اعمل سبسكرايب برضك عادي، مفيش مشاكل. تصبحوا على خير، وبكره ان شاء الله الجزء التاني هيعجبكم جدا، في احداث كتير قوي. تصبحوا على خير.